مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. إدارة الإقليم الأوسط تنظم حفل عشاء للمشاركين في ماراثون أسمر. اجتماع إدارة مدرسة غردات الثانوية مع الآباء. سكان عيلة بارعد يكرمون قوات الدفاع الإريترية. قتلى في هجوم شنته ميليشيات على مخيم للنازحين في الكونغو. إيران وفنزويلا توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي. بكين تجري مناورات ببحر شرق الصين وتدريبات أمريكية في بحر الفلبين. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. نظمت إدارة الإقليم الأوسط مساء أمس حفل عشاء للعدائين والجهات المشاركة في ماراثون أسمر المنظم يوم 11 من يونيو، وقدمت شهادة شكر للمساهمين في إنجاح الماراثون. وقال حاكم الإقليم الأوسط السيد فستاية هايلي في المناسبة أن إدارة الإقليم تعمل لجعل الرياضة شعبية، مؤكدا بأن الانتصار الذي تحقق في ماراثون أسمر هو نتاج ذلك. وأوضح رئيس اتحاد ألعاب القوى السيد إفريم تخصي أن الجهود تبذل ليكون ماراثون أسمر الذي بدأ عام 2017 وينظم هذه السنة للمرة الرابعة سباقا دوليا يشارك فيه الكثير من العدائين الأجانب. وذكرت العداء الأولمبي نازريت والدو وجود قدرات كثيرة غير مستقلة في مجال ألعاب القوى في البلاد، مناشدة تعزيز دور المجتمع عامة لرفع عدد العداءات. وقال العداء نهوم إرمياس الفائز بماراثون أسمر 2023 عن الانتصار الذي حققه هو نتاج جهده ودعم المشجعين له في شوارع أسمر. وأشاد العداء اليوقندي بن تشيليني الفائز بالمركز الثاني بالتشجيع الرياضي للشعب الإريتري وخاصة سكان أسمر، مشيرا إلى أن ماراثون أسمر هو التجربة الأولى له في سباقات الماراثون، حيث مهد له الأرضية للمشاركة في السباقات الكبيرة. عقدت مدرسة غردات المتوسطة والثانوية اجتماع مع أولياء الأمور لبحث كفاءة الطلاب. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ حرقوت تخل برهان في التقرير الذي قدمه أن المدرسة تقدم التعليم ل 2378 طالبا من الصف السادس وحتى الصف الحادي عشر، منوها إلى أهمية تعزيز دور أولياء الأمور والشركاء والمعلمين لرفع كفاءة ونتائج الطلاب. وأشار إلى القيام بالصيانة الجزئية للبنية التحتية في المدرسة بأكثر من 210 ألف نخفة بمبادرة أولياء الأمور. ويوجد برنامج مستقبلي لبناء فصول إضافية وقاعة. ودعا الاجتماع للدفع بالأسلوب الإداري الذي تتبعه المدرسة لدوره في تقوية الطلاب. وقال مسؤول التعليم في مديرية غردات الأستاذ جبر ميكائيل الازار بأن على أولياء الأمور القيام بالمتابعة الجادة للطلاب، كما يجب تقوية قوانين المدرسة وتمتين العلاقة الثلاثية لإحداث التغيير المنشود وتحقيق التحسن في نتائج الطلاب. وأكد مدير مديرية غردات السيد إسحاق طعوم على استعداد إدارته لتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالعملية التعليمية. أوضحت مدرسة حقات الزراعية الفنية أنها تعمل لرفع الإنتاج الزراعي وسد احتياجات الأسواق. وأوضح المسؤول الإداري والمالي في المدرسة السيد نقوسي قبر هويت بأن المدرسة تمتلك 42 من أبقار الألبان تنتج يوميا 106 لترا ويوزع أغلبه للسكان والباقي لمصنع الألبان. وذكر بأن لتر الحليب يباع بسعر 16 نقفة والزبادي بسعر يتراوح بين 10 إلى 15 نقفة حسب المواسم. من جانبه أوضح السيد زاكي عبد القادر مسؤول الثروة الحيوانية بالمدرسة وجود علف حيواني كافي للأبقار، بالإضافة إلى الرعاية البيطرية اليومية والقيام بالتهجين اللازم بإشراف الخبراء المهنيين. وأشار العاملون في إعداد العلف بأن المدرسة خلقت لهم فرص العمل وساهمت في تحسين معيشتهم. وأوضح مسؤول مصنع الألبان السيد عوث نقوسي بأن منتجات الألبان تقدم للشعب والمصنع بعد التأكد من سلامتها الصحية. هذا وتمتلك مدرسة حقات الزراعية والفنية أيضا مصنعين للمربى والنبيذ. نظم سكان عيلة بارعد حفل غداء لأعضاء الفرقة العسكرية 63 يوم 12 من يونيو بحضور حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى ومسؤول الإقليم وقادة الجيش ورجال الدين وعدد كبير من السكان. وأعرب المدير التنفيذي لإدارة مديرية عيلة بارعد السيد محرنا تخلها في المناسبة عن السعادة لتمضية يومه مع صناديد قوات الدفاع الذين أمنوا سيادة الوطن، وشكر سكان 14 ضاحية لتنظيمهم ذلك الحفل.
وشكر قائد الفرقة العسكرية 63 المقدم منقساب سامويل مارتوف للضيافة التي أجريت لهم، وقال أن سنوات التصدي الماضية أظهرت بأن البلاد لديها ورثة أوفياء للأمانة. ومن جهته هنأ حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى الشعب والحكومة لتنفيذهم الأمانة كما يجب، معربا عن ثقته لتكرار مثل هذه المبادرات القوية في تنمية وإعمار البلاد. هذا وقد أحيت الحفل فرقة زرع الفنية التابعة للفرقة العسكرية 63. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ومعنا مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 45 مدنيا قتلوا في هجوم شنته ميليشيات على مخيم للنازحين في إقليم أيتوري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأضافت بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسوكو في بيان أن جماعة تعرف باسم التعاونية من أجل تنمية الكونغو كوديكو، وهي واحدة من عدة ميليشيات تنشط في شرق الكونغو، مسؤولة عن الهجوم على مخيم لالا. وقالت البعثة أن أكثر من 45 شخصا قتلوا وأصيب 10 على الأقل في الهجوم، مضيفة أنها على اتصال بالسلطات الإقليمية لتعزيز الأمن في المنطقة. ووصف المتحدث باسم جيش أيتوري الهجوم بأنه عمل تخريبي يستهدف محاولات استعادة السلام، وقال أن التحقيقات لا تزال جارية. وقعت إيران وفنزويلا البلدان المنتجان للنفط والخاضعان لعقوبات أمريكية اتفاقية تعاون استراتيجي لمدة 20 عاما، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة كاراكاس. وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الاثنين في فنزويلا المحطة الأولى من جولة مصغرة يقوم بها في أمريكا اللاتينية الصداقة بين البلدين بوجه أعداء مشتركين. وقال رئيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي في كاراكاس أن البلدين مصالح ووجهات نظر وأعداء مشتركين. وأوضح الرئيس الذي تلقى وسام المحرر أعلى وسام تمنحه فنزويلا عزمه على زيادة حجم المبادلات بين البلدين من 3 مليارات دولار في السنة حاليا إلى 10 مليارات في مرحلة أولى، ثم لاحقا إلى 20 مليار دولار في السنة. بدأ الجيش الصيني مناورات بحرية تمتد من بحر شرق الصين إلى منطقة شمال تايوان، في حين تجري الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها تدريبات عسكرية في بحر الفلبين. وتجري بكين بانتظام تدريبات عسكرية على طول سواحلها، لكن تدريبات اليوم تجرى قرب جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها. وأصدرت إدارة السلام البحرية الصينية إنذارا بأن منطقة التدريبات العسكرية يمنع فيها إبحار السفن المدنية، وتشمل المنطقة الواقعة في سواحل مدينة تايشتو في مكان غير بعيد عن جزر داتشين القريبة من تايوان. كما ستجري الصين تدريبات عسكرية أخرى في شمال بحر شرق الصين تستمر حتى يوم الأربعاء. في الخبر الأخير، أصيب 22 جنديا أمريكيا بجروح متفاوتة جراء حادث مروحية في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلنت عنه القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم الثلاثاء من دون أن تذكر ملابساته. وأوردت سنتكوم في بيان: أدى حادث تعرضت له طائرة مروحية في شمال شرق سوريا إلى إصابة 22 جنديا أمريكيا بدرجات متفاوتة، وتم نقل 10 من المصابين خارج منطقة عمليات القيادة المركزية لتلقي الرعاية في مرافق صحية متقدمة وفق البيان. ومن النادر الإعلان عن حوادث مماثلة في سوريا، حيث تنتشر قوات التحالف الدولي وأبرزها القوات الأمريكية في مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها في شمال شرق سوريا وشرقها. كما توجد القوات الأمريكية في قاعدة النتف جنوبا الواقعة قرب الحدود الأردنية والعراقية. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إدارة الإقليم الأوسط تنظم حفل عشاء للمشاركين في ماراثون أسمران. اجتماع إدارة مدرسة وردات الثانوية مع الآباء. سكان عيلة برعد يكرمون قوات الدفاع الإريترية. قتلى في هجوم شنته ميليشيات على مخيم للنازحين في الكونغو.
وإيران وفنزويلا توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي. بكين تجري مناورات ببحر شرق الصين وتدريبات أمريكية في بحر الفلبين. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.